اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا كنت غايبه عنكم كده بقالي كام يوم. انا اصلا بقالي يومين ما صورتش. انا فجاه كده الدنيا بتروح قافله معايا، ونفسي بتتصد، ولا عاد بيجي لي نفسي اصور، ولا عاد بيجي لي نفسي اعمل حاجه خالص. فبقالي يومين ما صورتش. يعني يوم الخميس يوم الجمعه دول انا ما صورتش فيهم. فالنهارده ده روتين السبت اللي هو في نفس اليوم، يعني هينزل لكم اصلا في نفس اليوم. الله اعلم هينزل لكم امتى. عايزه اقول لكم الجو حر قوي قوي بقاله كام يوم، وانا كان عندي ضغط شغل اليومين دول، فيعتبر اليوم كله شغاله. فبصراحه الحر مع الشغل مع الضغط ما بيبقاش ليا خلق ان انا البس حاجه واقعد اصور. حتى ما صورتش للحلو حد ام احمد، يعني حتى ما صورتش الشغل اللي انا منزلاه، لان طبعا عشان بصور ببقى لابسه عبايه وفوق البيجامه والجو حر، فما ببقاش متحمله وحاسه ان مفيش فيها نفس. حتى النهارده كنت شغاله من الصبح بدري. وبس عايزه اقول لكم ان انا برشت هنا في الصاله. يعني ايه برشتي؟ يعني قعدت كده وفردت في الصاله واشتغلت فيها الكبات. كنت بعمل ميد كاب. كان في حد عنده اسبوع وحاجز معايا ميد كاب. فطبعا الميد كاب دول يعني حوار ما اقعد اقفل فيهم. فبيني وبينكم كده قمت رايحه حاطه 50 الناحيه دي و50 الناحيه دي وقاعده في النص. الحافظه بقى بتاعة السجاد ما اقولكوش اتملت كريمة في شوكولاتة في صوصات في مش عارفة ايه، بقت حالتها صعبة. فاشتلتها دلوقتي وحطيتها في الغسالة، بس ما شغلتش الغسالة لان المية ما بتشتغلش الا بالموتور. فقلت بالليل ابقى اشغل عليها الغسالة عشان خاطر الشوكولاتة ما تمسكش فيها او تبقع او كده. وطبعا نشرت الهدوم، وما كانش عندي اصلا هدوم على الحبل. انا لما الهدوم من امبارح بس ما كنتش نشرت بقى الهدوم اللي كانت عندي كلها. ورتبت البيت كده. وبما اني شلت الحفضة فقمت رايحة شايلة السجادة بالمرة وكنسة تحت الكنبتين ولميته التراب. وقلت اخش المطبخ بقى اشوف اللي ورايا. انا داخله المطبخ اي متاخر شويه عشان خاطر على ما خلصت الكبات بتاعتي اخدوا مني وقت كويس يعني. ودخلتهم بقى في التلاجات. وبعد كده حطيت والله شويه عندي وشويه عند سلفتي عشان ما كانش التلاجة واخده. وكمان بقى لميت المواعين بقى بتاع الشغل كده غسلتها. الواحد كان لسه الصبح فكان عندي طاقه. انا شغاله تقريبا من ساعه ما احمد جه من الفرن صحاني. كانت الساعة تقريبا يعني 9 كده، فبدأت شغل على طول. والحمد لله خلصت وسلمت الشغل وخلاص. يعني ما عدتش اشتغل النهاردة، رغم ان الناس عايزة طواجن كتير وطالبين مني شغل، بس انا ما عادش عندي كريمة. يعني ما عادش عندي كريمة للشغل، فقلت خلاص نأجل الموضوع. وعايزة استشيركم في قصة كده. انتوا عارفين انا طبعا هعمل الغدا. انا بقى بعت جبت اقول لكم انا عملت ايه الاول، وبعد كده استشيركم في القصة. اللهم صل على النبي. انا طلعت فراخ من اللي كانت في الفريزر من بالليل، وطلعت لفه جلاش. وكمان بعت جبت نص كيلو رز بسمتي قسمته، لان انا بعمل ربع بس على قد انا ايه انا والعيال كده، وعشان ما يبقاش زياده والحاجه تترمي خساره. وهعمل الغدا بتاعي النهارده. فقطعت بصل كده زي شرايح كده وحطيتها تتحمر الاول، وبعد كده نزلت عليها. هنزل عليها بقى بالفراخ بتاعتي وهعصق بقى. كان عندي صدر فرخه كمان، فهعمله زي اللحمه المفرومه كده. ويعني هعمل الرقاق النهارده بالفراخ، يعني هعمله زي جلاش زي فطير بالفراخ كده او جلاش بالفراخ. مش هعمله النهارده باللحمه. فحطيت الطاسه عشان خاطر ايه اشوح الفراخ. بس انتوا عارفين طبعا انا بحب اشوح البصل الاول، علشان العيله عندي ما بتحبش طعم البصل ني. فطبعا بفرم الفراخ في الكبه وكل حاجه كده في الكبه عشان نسهل على نفسنا. طبعا انا كنت مخليه البيت زي الفل، والمطبخ كمان غسلت المواعين بتاعه الشغل. قلت عشان خاطر بعد الغدا ما يبقاش ورايا حاجات كتير، لان انا بقالي يومين بجد يعني كان عندي ضغط شغل. وكنت يعتبر ما بنامش حاجه، وبصحى اشتغل من ورا الفجر. لان مش فكره ضغط شغل وبس، فكره ان الناس عايزه تستلم بدري. اللي عايز يستلم بدري ده ببقى مضطريه ان انا اقوم اشتغل من الفجر عشان خاطر اسلمهم بدري. يعني في ناس كانت عايزه تستلم الظهر، الناس عايزين تستلم مش عارفه ايه. فالتسليمات البدري دي هي اللي بتعمل فيا كده، هي اللي بتخليني اشتغل من الفجر. انا عادي ممكن بالنهار اعمل شغل الدنيا، يعني اقوم عادي في ميعادي الساعه 9 10، اضرب سبونشاتي واشتغل واسلم شغل كتير جدا. بس الفكره في التسليمات لما بيكون حد عايز يستلم من بدري، ده بيصحيني بقى من الفجر ابدا اشتغل عشان خاطر الحق اوفي الطلبيه. فكان يوم الجمعه ده كان عندي طلبيه كتب كتاب، فكانت هتسلم الظهر لاني كانت رايحه بره البلد. فدي قمت اشتغلت لها برضو من بدري قوي. فيعتبر بقالي كام يوم بصحى من بدري، فحاسه ان انا ايه مرهقه. ما بنامش ساعتين ثلاثه على بعض، فحاسه ان انا ايه كده مرهقه. فقلت عشان بعد الغدا ما يبقاش ورايا حاجات كتير. بصوا بقى، عايزه استشيركم في قصه ما. انتوا عارفين طبعا ان من يوم 1 رمضان الفريزر بتاعي باظ. اول يوم في رمضان يعني على طول كده. يومها والله العظيم قلت الحمد لله على كل حال، الحمد لله في السراء والضراء، وربنا يخلف علينا يا رب اللهم امين.
وطبعا ما اكدبش عليكم ان من يومها يعني جبت الراجل يشوفه، قلت بقى الوضع ايه يعني. يومها انا كان معايا 250 جنيه، ركنتهم كده على جنب وقلت ايه، انا هجيب الراجل يشوفه، وفي دماغي ان الوضع مثلا عايز يتشحن، عايز بتاع، هياخد له 250 300 جنيه والموضوع يتلم على كده. المهم ان انا يا حبيب قلبي جبت الراجل يصلحه، وراح قايل لي ده الموتور بتاعه اتحرق. الفريزر بتاعي الاسكا تمام، هو يعتبر اصغر مقاس في الالاسكا، بس تمام مكفيني يعني، كنت بعين فيه كل حاجه وتمام يعني، ما كانش فيه مشكله معايا. معانا الشيف لولو، هي ملكه الطبخه النهارده، بكل اناقتها وشياكتها. فبعدين كان تمام مفيش مشكله معاه. بس انا على طول كنت اقعد اقول لكم حتى، بس مش عارفه كنت بقول لكم هنا ولا على القناه التانية، انا نفسي اجيب. انا شفت، انا مش عارفه هو ده فريزر ولا ده ايه، بس شفت ناس عندهم مشروع زيي بيحطوا فيه حاجتهم، بيبقى زي الفريزر اللي زي التلاجة زي الفريزر تمام، بس الارفف مالوش ادراج، ليه ارفف حديد تمام، ليه ارفف كده زي الحديد زي الشبك كده، ارفف شبك يعني. بتبقى محطوطة فيه 4 أرفف 5 أرفف أيا كان، وبيحطوا عليه التورت أو الجاتوهات لو هم عندهم ضغط شغل أو كده. فأنا مرة لما جيت أقول، أنا بصراحة مش فاكرة في القناة دي أو التانية، لما جيت أقول قامت واحدة قامت قايلة لي هو ده فريزر يا أم أحمد مش تلاجة، يعني ده فريزر وهو ليه أرفف شبك وليه كمان إدراج، ممكن تشيل الإدراج وتحط الإدراج. وده كان نفس فكرة الفريزر بتاع فاطمة اللي كان في السعودية. يعني لو انتوا ترجعوا للفيديوهات، اما كنت قبل كده مصوره لكم، قلت لكم ده الفريزر ده عجبني قوي عشان خاطر هو فيه ادراج وكمان في ارفف لو انت حابه تشيلوا الدرج. انا لما كنت بعمل تشيز كيك او بعمل تورت او حاجه وحابه انها تسقع بسرعه، كنت بشتل الدرج واحط على الشبك الحاجه. فقالت لي لا ده فريزر، وممكن تعلي التبريد بتاعه تخليه فريزر، وممكن تهدي التبريد بتاعه تخليه تلاجة، يعني ما يتلجش يسقع. فهمتوني؟ فده كانت واحده من المتابعين قالت لي عليه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا الحمد لله يعني قررت خلاص، ومن بعد من ايام رمضان بصراحه ما توفرش معايا، لان انتوا عارفين بقى، لا شويه داخلين على مصاريف هدوم عيد، لا مصاريف عيد، لا مصاريف رمضان، لا مش عارفه ايه. فالدنيا ما توفقتش معايا ان انا اصلحه. فانا دلوقتي الحالي خلاص انا قررت الحمد لله ان انا اصلح الفريزر. وعايزه اقول لكم ان مثلا قبل ما اكلم الراجل بدقيقه جه في دماغي فكره، اللي هو والله جت في دماغي فجأة كده، يعني ما كنتش مدبره لها او مخططه لها، اللي هو انا اجيب اروح اصلحه ب 3000 جنيه ليه؟ طب ما انا ادفعه مقدم واجيب الفريزر اللي انا بقول عليه او اللي انا عايزه اجيبه اصلا. يعني انا كنت بقول ان شاء الله لما ربنا يكرمني هجيبه، يعني ما كانش في دماغي حتى ان الفريزر هيبوظ او بايظ او بتاع، لا انا كان في دماغي فعلا ان انا اجيب اللي فيه ارفف حديد ده، عشان خاطر مطلوب معايا. انا اوقات طلب معايا اللهم بارك بالعشر دسات جاتوه، ابقى احط فيه دستة 2 3 3 4 طرق. بصراحه ما بيكون عندي ضغط شغل انا ما بلقاش مكان احط فيه، وبقعد اطلع عند سلفتي وانزل هنا فالموضوع بيبقى صعب. فانا قلت طب ما انا اللي يخليني اروح ادفع مثلا 3000 جنيه، طب ما انا احطهم مقدم واجيب واحد، اجيب فريزر بالقسط. ما اقدرش يبقى كذابه لو قلت لكم ان اجيبه كاش، لا ممكن اجيبه بالقسط وادفع مثلا اللي انا هدفعه في تصليح الفريزر مقدم، وبعد كده اجيب بس انا ما اعرفش الاسعار، او مش متخيله السعر هيضرب معايا الكام، مش عارفه. فايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم، ولو حد اشترى حاجه من اللي في دماغي دي قريب يقول لي برضو رينج الاسعار كام، عشان خاطر ابقى ايه، ابقى يعني الاسطوره في دماغي عامله ازاي. و وبيني وبينكم الحاجه اللي بيبقى فيها مواتير وتصليح دي انا بقلق منها، يعني انا خايفه برضو، يعني ما اكدبش عليكم اروح ادفع ال 3000 جنيه برضو يروح يجيب لي موتور صيني يركبه لي، وكمان شهرين ثلاثه اروح الاقيه باظ، امك في العش ولا طارت. فهمتوني؟ يعني انا بصراحه ما بحبش تصليح، يعني الحاجه اللي بتبوظ وخصوصا يعني في حاجات بوظانها اللي هو فوره، يعني اللي هو موتور، هو اساسه الموتور، مش مثلا فيها حته صدى فاحنا هنصلحها، ولا عايزه فريون فاحنا هنشحنها، لا لا، ده موتور. فاللي هو يعني موتور ضرب بعد كده، فانت خلاص روحي اصرفي كمان 3000 جنيه. فنفس ما حصل مع الغساله قبل كده والله العظيم. يعني انا غسالتي اللي كانت قبل الغساله اللي عندي دي كانت عندي غساله نص اللي كنت متجوزه بيها. بعد 10 سنين جواز كده او 9 سنين جواز بدات النشافه بتاعتها تبوظ، الموتور بتاعها يبوظ. فبعدين جوزي جاب الراجل ركب لها موتور وصلحه. بعد كده برضه ما كانتش بتشتغل، لازم اقعد الفها بايدي ومش عارفه ايه، وما ترضاش تشتغل. وانا اقول له سيبك منها بقى خلاص، احنا صلحناها مره، نروح نجيب واحده وخلاص. يقول لك لا، او نرمي دي، لا احنا نجيب الراجل يصلحها تاني. وكل شويه الراجل جاي يصلح ورايح يصلح وجاي يصلح، لا الخرطوم بايظ، لا البتاع بايظ، وبعدين كل ما يصلح عيب يكتشف عيب تاني، وكل ما يصلح عيب يكتشف عيب تاني. وده نتنا على الحال ده يجي سنتين، يعني الراجل صلحها يجي 3 مرات وما جاتش قدام برضه، وما فيش بقى فايده الا لما برضه ايه، لفينا ورحنا جبنا الغساله اللي انا بغسل عليها دلوقتي دي. فعايزه اقول لكم ان كل مره الراجل كان بيجي فيها كان بياخد له 250 جنيه 300 جنيه.
لا موتور، لا الموتور قفش تاني فهناخده نعمله ونرجعه. فكل مره كان بيجي كان بيصرف مثلا، احنا ممكن صرفنا عليها في رينج ال1000 1000 وشويه. في حال ان وقتها اصلا الغساله دي كان سعرها، يعني وقت ما كنت انا عايزه اجيبها كده كان سعرها كام؟ كان سعرها تقريبا في رينج 3000 جنيه، 3000 ونص، اللي هو اصلا احنا صرفنا 1000 جنيه وهي الغساله سعرها 3000 ونص. تمام. انا فضلت على فكره قاعده بالغساله البايظه كده فتره، يعني فضلت قاعده بيها كده بايظه فتره، على ما ايه ربنا سهل كده، وانا بقى اشتغلت ومش عارفه ايه وجمعيات وحوارات وجيت اجيب الغساله بقى. جبتها بكام؟ ب9000 جنيه. يعني الوقت اللي احنا اصلا صرفنا فيه 1000 جنيه كانت الغساله ب3000 ونص. انا رحت بعد كام سنه، ما انا ما جبتهاش على طول، انا قعدت كام سنه بالهم ده، والغساله ما بتنشفش وما بتعملش ومقرفاني اخر قرف. جبت الغساله في الاخر ب9000 جنيه، ما استفدتش حاجه. فانا بيني وبينكم انا بتعقد من الحاجات اللي فيها تصليح دي، مش يعني بقفل منها كده. الحاجه اللي فيها تصليح مواتير دي بصراحه بخاف منها وبتعقد منها. فانتوا برضو قولوا لي تجاربكم في الموضوع ده، اللهم صل على النبي. قولوا لي برضو لو ايه، لو عندكم خلفيه عن الموضوع بتاع الفريزر ده اللي انا بقول لكم عليه، اللي ليه ارفف حديد. هو اكيد هينفعني، وما دام انا كده كده هصرف، لا ما اجيب حاجه تنفعني وادفع برضو حاجه بحاجه بالقسط، هتبقى بالقسط وباذن الله ربنا يعيني وهيسد. يعني الحمد لله هتتسد. انا جيت كده، ما انا كنت جايبه الشاشه بالقسط والحمد لله. يعني ربنا بيرزق زي ما بيقولوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيب قلبي، انا قلت بما انك يا بنتي يا ام احمد في جلاش، انا حسيت ان لفه الجلاش دي كبيره قوي، مش عارفه ليه، مع ان هي نص كيلو. فاخدت منها 4 ورقات كده، عملتها حلو، قلت اي حاجه حلوه كده للولاد، ما عملت لهمش اي حاجه حلوه من زمان قوي. فحطيت كوبايه سكر على النار كده، عملته شربات. طبعا انا هاخد جزء منه، وبقيه الشربات ده بحطه في برطمان في التلاجة. اي وقت هفني برضو دماغي اعمل اي حاجه حلوه صغننه كده، اقوم مطلعه وساقيه منه، بيبقى جاهز عندي. وعملت الكام صباع دول. الولاد اصلا يعني احمد بقى له كام يوم بيقول لي ماما مفيش حاجه حلوه. هما مش عايزين جاتوهات وحاجات من دي. الحاجات دي متوفره على طول، انما لا الحلويات اللي هي زي جلاش زي كنافه زي بسبوسه زي كده انا ما عملتهاش من زمان بصراحه. هجيب الطبق بقى وهحط فيهم شويه الحلويات دول. طبعا انا اللهم صل على النبي عملت الفراخ، حطيت البصل كده متقطع زي جوانح كده وحمرته الاول، وبعد كده نزلت عليه بالفراخ ببهارات الكبسه بقى والليمون والحاجات الحلوه بتاعتنا دي، وقرن فلفل وطمطميايه. وحطيت على الفراخ ميه مغليه وسبتها 10 دقائق. وبعد كده فتحت على الحله. انا اما بطفي عليها النار ما بفتحش على طول، بسيبها تهدى، وبعد كده بفتح عليها عشان ما تقعدش تطلع لي بخار كتير وتملى لي المطبخ دهون. فاهمني؟ ما انت ممكن تشيلي الصفاره وتطلعي البخار، بس بقى بتملى لك المطبخ دهون. فانا ما بعملش كده، بستنى لما تهدى وبعد كده بفتح عليها. ونزلت عليها بالرز، والرز كمان بياخد 10 دقائق. يعني كده الفراخ 10 دقائق والرز 10 دقائق، بيكون خلاص 20 دقيقه الاكل بتاعك جاهز. فحلاوه حاله الضغط دي ان هي بصراحه بتنجز معاكي في الوقت، ولو انت ايه متاخره. وبما ان بقى الجلاش كان في الفرن وكله دخل الفرن مره واحده، والحمد لله طلع كده ايه زي ما انتم شايفين زي الفل. هعيد بس على التقطيعه بتاعه الجلاش ده عشان خاطر بتبقى ايه يعني مع السقي والفرن وبتاع، تحسوا ان هي التقطيعه بتاعتها كده محتاجه تتعاد عليها. وهغطي عليها بقى واسيبها شويه عشان خاطر هي لسه طالعه من الفرن مقرمشه قوي، عشان ما تبقاش ناشفه. لان طبعا اما بتكون هي في ناس بتحبها ناشفه، بس انا بحس ان هي بتعور سقف البق كده لما بتكون مقرمشه بزياده، بتعور سقف البق. انا بغطي عليها حاجه بسيطه مش كتير، على اساس ان هي تبقى من بره فيها طبقه قرمشه ومن جوه طريه، وبرضو اللي بياكلها ما يبقاش متأذي منها وكده. فكده خلاص اهو الرز بتاعي انا طفيت عليه وسبته شويه، بس كنت عايزه اوري لكم بقى ايه اهو. اللهم صل على النبي، مستوي وزي الفل. يعني الناس اللي بتقول ايه احنا ما بنعرفش نسوي الرز ده بياخد 10 دقائق، بياخد 10 دقائق في حلة الضغط بالساعة. يعني تمسكوا له الساعة عشان يعني الوقت ما ياخدكيش. 5 دقائق على يعني النار عالية عادي، و5 دقائق تهدي النار عشان خاطر ايه يتردد. تمام. هو اصلا ضغطة البخار بتردده على طول، فهو الوضع كله 10 دقائق. بس ما تخليش النار عالية طول ال10 دقائق عشان ما تفتحيش تلاقيه محروق من تحت. ف5 دقائق على العالي و5 دقائق على تكون النار هادية. طبعا انا ولادي استحالة ياكلوا فراخ مسلوقة كده، حتى لو في رز، حتى لو متبهره، سيبكم من الحوارات دي كلها، لازم تبقى واخده طبقه تحمير كده في الفرن. فحطيتها في الصينيه، واصلا انا لسه مطلعه رقاق وكان الفرن لسه والع، فدخلتها تحت الشوايه كده تاخد طبقه تحمير. وغرفت الرز الرز ده يا دوب بيكفينا كده ايه على قد الطقه، لان هو كده كده الفراخ او المنابات على قد الغدا. فالرز اللي هيتبقى مش هيبقى جنبه فراخ ولا حاجه، فمش هيتاكل. محدش عاد هياكله، هما كلاب لحمه وفراخ عايزين لحمه وفراخ، مش هياكلوه.
فهم خلاص، فانا بعمل على قد الغدا بالظبط، ربع كيلو رز بيكفينا على قد الغدا، مع حته كل واحد ياخد المناب بتاعه. الرواق بقى كل واحد اخد قطعه او الجلاش، واللي يفوت بقى يتعشوا منه. فانا قلت اما اعملهم عشان خاطر ايه، ما اشتلش هم العشاء بيني وبينكم، ما اقعدش افكر يتعشوا ايه. فخلاص اهي الفراخ اخدت بس طبقه تحمير بسيطه كده، وحطيتها على وش الرز. وعايزه اقول لكم كانت واخده من البهارات، وكان طعمها عسل، وكانت مستويه ايه، عايزه اقول لكم زبده زبده. هطلع بقى الجلاش في طبق. انا قلت ايه، اما نعمل لكل واحده قطعتين بس. عايزه اقول لكم ان يا دوب كل واحد اكل قطعه بالعافيه، لان طبعا جنب الرز. والعيال طبعا العصير اللي هم مفطومين عليه حلو الشام. والله قاعدين يقولوا لي يا ماما اعملي عصير، وانا والله ما عندي اي حاجه، ما عنديش اي حاجه خالص يعني. بصوا انا اول سنه في حياتي اتعدى عليا كده. انا طول عمري الخير عندي والله العظيم، طول عمري عندي الفراوله وعندي الاناناس وعندي الجوافه طول السنه. مش هقول لكم مواسم، طول السنه الحاجه عندي. يعني عمري ما قعدت كده اللي هو مش عندي حاجه اعملها عصير، يعني بصراحه ما حصلتش معايا قبل كده. فحاسه ان انا مخنوقه. حاسه ان انا مخنوقه ومتضايقه والله العظيم. يعني اللي حصل معايا في الفريزر ده بصراحه يعني، انا كان عندي حاجات بس انا بقيت اعمل منها خلصتها عشان خاطر انا كنت حطاهم عند سلفتي، ومش عايزه برضو هي برضو عندها حاجاتها او حابه ان هي تحطها. فما كنتش عايزه ان انا إيه يعني اسحم الدنيا عندها، فاهمني. فشويه الحاجات اللي كانوا عندي بقيت احط منهم، وكمان الفريزر باظ في عز موسم ما كانت الفراوله موجوده وخلاص هبدا اخزن. فما عرفتش بصراحه ان انا اخزن حاجه يعني. عايزه اقول لكم الكبسه بالفراخ كانت حكايه، والفراخ كانت دايبه دوب. كله بقى في الكومنتات يقول لي تسلم ايدك يا بنتي يا ام احمد، والف هنا وشفا يا رب على قلوبنا وقلوبكم. وشويه جلاش كده عايزه اقول لكم في السريع السريع. واشوفكم فيديو جديد مع مطبخ الواحد وام احمد في رعايه الله، مع الف سلامه.